سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم في قناه منوعات ام رانيا. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو ديال السلو ولا السفوف، كل واحد اشنو كيقول ليه. بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الغسيل ديال الجنجلان، كتجي ساهله ما شاء الله، دغيا كتغسلوه وهكا ما كيضيعش لكم الجنجلان. كديروا شي اناء بحال هكا وكديروا فيه ديك الساشيه ديال اللي كتكون كتباع كيجوا فيها التقديه ديالكم، كتحتفظوا بهم. هانتوما البنات درتها هنا في هذا الاناء هذا ديال العجانه صافي. وراه ما تصوروش البنات شحال كيخرج منه ديال التراب. هانتوما ما كتوحليش معاه صافي، وكتنشفيه بحال هكا صافي، وكديريه في هاد سميتو، كتخلوه حتى كينشف، عاد كتديروه في الفران باش كيتحمر. صافي هذا اللوز وكاوكاو اللي دخلت للفران راه ديجا طحنت منه شي شويه، باقي ليا هذا. غادي نكملو غير هرمشتو صافي، ماشي طحنتو، لان هادو غادي نخرجهم على برا فاش غادي نطحنهم عند مول العطريه ان شاء الله. غادي نطحنهم تيخرجوا الزيت ديالهم. عندك الزنجلان واللوز وكاوكاو والزرارع، هادو كاملين غادي نخلطهم في واحد الاناء وغادي نديهم باش نطحنهم ان شاء الله على برا. صافي وكيبقى ليا واحد النسبه ديال الكاوكاو واللوز، هادو غادي نفسخهم في الماء صافي، وغادي نقشرهم. هادو غادي نقشرهم وغادي نخليوهم غادي نقليهم في الزيت. هذيك الزيت اللي بقات اللي فاش قليتهم هي فاش غادي نخلط سلو، لان هذيك الساعه فاش كطحنوا دوك العناصر كاملين حتى كيخرجوا الزيت ديالهم، تصوروا البنات ما كيحتاج واحد الكميه كبيره ديال الزيت ولا الزبده. صافي البنات خليكم مع الفيديو. ها انتم البنات عندي دابا هنا مخلطه كاوكاو واللوز، مخلطه كاع داك اللي طحنت، راه شاركته معكم. ها انتم البنات من بعد ما طحنتهم كاملين اللوز وكاوكاو ولحت معاهم حتى النافع وحبه حلاوه، لحتهم حبوب، لان هادو دابا انا غادي نديهم نطحنهم على برا، ما غاديش نطحنهم في الدار، غادي نطحنهم مزيان عند العطار. المهم غادي نديهم نطحنهم على برا مزيان، هادو غادي نطحنهم مزيان حتى يخرجوا الزيت ديالهم. هانتوما الزنجلان، الزنجلان من بعد ما حتى هو اللي غسلت قبيله راه وريته لكم، راه حيدت منه زلافه وباقي غادي نزيد ليه. وهذا عندي اللوز اللي غادي نقلي وغادي نهرمشو، هو اللي غادي ندير في الاخر. اما هادو غادي نديهم غادي نطحنهم مزيان عند الطحان. هانتوما البنات صافي البنات، هانتوما هكا صافي. دابا غادي نديرو غير فشي سطل وغادي نديه تنطحنو كامل مزيان صافي. عاد غادي نخلطو. هذا دابا غادي ندير ليه السكر كلاصي. ما كنديرش انا العسل لان العسل كينشفو. غادي ندير سكر كلاصي، وباقي غادي ندير الكوزه والقرفه ومسكه الحره صافي، والزيت اللي غادي نقلي بها هاد اللوز صافي البنات. وغادي نضيف هاد الزنجلان وباقي غادي نزيد ليه واحد شويه صافي. وهانتوما مع تتمه الفيديو ان شاء الله فاش غادي نطحن هادو وفاش غادي نخلط ان شاء الله. وهانتوما معايا. هانتوما البنات غادي نخلط دابا معكم سليلو. هانتوما الطحين بعد ما حمرته مزيان في الكوكوط راه كيجي ساهل، كتديو تجيبوه في كوكوط دغيا كيتحمر صافي. هذا هو دوك المكسرات اللي ديت راكم شفتوهم، ديتهم طحنتهم على برا حتى تيطلقوا الزيت ديالهم. هانتوما ما شاء الله شتي، هانتوما طلقوا كامل الزيت ديالهم، طحنتهم مزيان، ديتهم عند العطار وطحنتهم. هذا صافي. وهذا اللوز وكاوكاو اللي باقي شاط ليا راني راه قليته،
قليتو طحنتو غير هرمشتو ماشيش مطحون. ها نتوما البنات كيفاش كيجي، كيعجبني نلقى في السليلو هاد المكسرات هادو صافي. وهذا الزنجلان، هذه القرفه صافي. عندي جنجلان صاين، وعندي سكر كلاصي، وعندي الكوزه صافي. وهذه الزيت فاش قليت اللوز وكاوكاو فاش قليتهم، وباش غادي نخلط صافي البنات. هانتوما معايا تابعوا معايا حتى انا نخلط سليلو. صافي البنات هانتوما غادي نخلط دابا سكر كلاصي مع الطحين. السكر كلاصي الا باقي خاصني الحلاوه راه كنزيدها. هذه زلافه ديال السكر كلاصي. انا ما تنديرش فيه العسل لان العسل كيخليه ناشف، كندير فيه غير سكر كلاصي صافي. هانتوما نضيف المعلقه، نضيف معلقه ديال القرفه صافي. صافي غادي نضيف هاد الزنجلان. عندي هاد الزنجلان مهرمش مطحون غير نص طحنه. وراه عندي الزنجلان هنا عندي فيه الزنجلان، راه شفتو معايا في الاول فاش خلطت هذا. راه عندي فيه اللوز وكاوكاو والزنجلان والزرارع، عندي النافع وحبه حلاوه خلطتهم هنا، عديتهم طحنتهم حتى خرجوا الزيت ديالهم. هادو عندي مهرمشين. عندي الكوزه غنطحنها ونرجع معكم. صافي البنات من بعد ما طحنت الكوزه ها هما السنجلان صافي. دابا غادي نطيف هذا نتوما البنات راه معلك كتطلق الايدام ديالو. اللوز وكاوكاو طلقوا الايدام ديالهم، الزنجلان صافي البنات. هنا غادي نفركو شي شويه حتى ندخل فيه كامل هاد اللوز اللي مطحون، عاد غادي نطحنو في العجان. هانتوما البنات غادي نرملو مزيان بهاد العناصر اللي طالقه الزيت ديالها. راكم عارفين سليلو كيبغي غير دليك، ولكن اللي عنده العجانه راه كتساعد بزاف بزاف. اللي عنده العجانه كيديروا في العجانه وكيخليها تعجن. ما شاء الله زوينه العجانه لسليلو لانه هو كيبغي دليك. صافي البنات غادي نستمر بحال هكا واحد شويه حتى ندمج كلشي هاد العناصر. من بعد غادي نديرو في العجانه وغادي نعجنو. هانتوما البنات غادي نديرو هنا، نديرو في هاد العجانه باش تساعدني شي شويه.
صافي. غنستمر بحال هكا البنات حتى نكمل كاع السليله اللي عندي ونتلاقاو. هانتوما البنات من بعد ما دوزتو كامل في الماكينه ديال العجين، دوزتو كامل في العجانه حتى ترمل كامل مزيان. هانتوما كلشي العناصر دخلوا في بعضياتهم. دابا غادي نخلط. غير اللي بغيت نشارك معكم البنات بالنسبه اللي عندها كميه كبيره وما غاديش تستهلكها كامله في رمضان، كتخلطوا غير داكشي اللي غادي تستهلكوا في رمضان. مثلا كديروا غير واحد الكميه وكتديروا ليها الزيت. كل واحد باش كيعجن السلو ديالو، كاين اللي كيعجنوا بزيت البلديه، كاين اللي الزبده، كل واحد حور في التخلاط ديالو. المهم قلت لكم كتاخذوا الكميه اللي غادي تستهلكوا وتتعجنوها صافي وكتحتفظوا بها. الاخر كديروه في بلاستيكه ديال الكونجيناتور وكتديروه في المجمد، وقت ما بغيتوه راه كتجبدوه. والله البنات الا كيدور عندكم العام وكيلقى باقي عندكم سلو، ولكن بهذه الطريقه هذه كتخلوه دابا بحال هكا ما كتخلطوهش، كديروه في المجمد. كتخلطوا غير داكشي اللي غادي تستهلكوا، ما تخلطوهش كامل، كتخلوه بحال هكا. وقت ما سالا ليكم راه كتجبدوه وعاوتاني كديروا الزيت ولا الزبده ولا زيت البلديه وعاوتاني كتخلطوا صافي. وهكا كيبقى عندكم على طول العام سلو ديالكم صافي. انا راه غادي نخلط داكشي اللي غادي يكفيني باش غادي ندوز رمضان ان شاء الله يا ربي، والما باقي راه غادي نحتفظ به. وقت ما بغيتو راه غادي نجبدو ان شاء الله. يلا البنات هانتوما معايا حتى نسالي الفيديو. هادي البنات راه عندي الزيت والزبده. الزيت فاش قليت اللوز، وعندي الزبده راه هي طايبه حتى حيدت ليها كاع الكشكوشه اللي كاينه فيها طايبه مزيان. هادي الزبده سنترال اللي درت راه هي طايبه حتى ما بقاش فيها الحليب ديالها، ما بقاش فيها داك الحليب وداك الماء، طايبه مزيان. هانتوما البنات من بعد ما طحنتو، هانتوما كيفاش كيجي بعد ما خلطتو مزيان بالماكينه. هانتوما كيجي ما شاء الله، كيجي معلك ما شاء الله. شتي الصراحه الماكينه كتعاون على التدليك ديالو، هي اللي كتدلكو مزيان. راكم عارفين السيلو كيبغي الكتاب. هانتوما اللي عندها الماكينه ما تحتاج تدليك، غير الماكينه وهانتوما كدلكو مزيان صافي البنات. المهم عندي هنا الكاوبيل، كيعجبني نضيف فيه هاد الكاوبيل، كيخليه كيعطي واحد الطعمه واحده اخرى. هانتوما الكاوبيل اللي درت انا، درت هذا
هانتوما غادي نضيفو غير اللي بغا، اما هو راه زوين يحتاج. صافي البنات غادي نستمر هكا حتى نعاود نخلطو، نخلط مع هاد كوبي ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هانتوما البنات الصوف ديالي من بعد ما قدمته بهذا الشكل هذا، نتمنى يعجبكم وتعجبكم الطريقه ديالي. جا زوين، جا ما شاء الله. هانتوما كل واحد وكيفاش يخليه، كاين اللي كيبغي يعلكم مزيان، كاين اللي كيبغي يخليه شويه صفوف. انا كتعجبني شويه يكون شويه معلك هكا، كيجي زوين. هانتوما نتمنى يعجبكم ويعجبكم هذا الفيديو. ما تنساونيش البنات لي كومونتيرات ديالكم الزوينه ولي لايكات ديالكم البنات، ما غتخسروا حتى شي حاجه. جيم البنات، الله يحفظكم وشكرا لكم جزيل الشكر. يلا البنات الله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه يا ربي وطولة العمر يا ربي. يلا البنات مع فيديو جاي ان شاء الله.